السلام عليكم ومرحبا بكم اليوم في قناة شيف ليلى. اليوم غادي نقدم لكم هاد الكيكة اللي هي عبارة عن كيكة معمرة بكريمة ديال الليمون ومزوقة بالخوخ كيف ما كتشوفوا. بالنسبة للدقيق درتها بالدقيق ديال الفينوس، جات رائعة رائعة في المذاق. بغيتكم تجربوها. القوام ماشي شي حاجة بزاف، يعني موجودة عندكم في البيت. ممكن تحضريها في أي وقت تنوضي، القوام كلهم عندك موجودين في البيت، ما كاين شي حاجة غتجيبيها من برا. سهلة وبسيطة وكتوجد في أسرع وقت، والمذاق يا سلام روعة الصراحة. إلا جربتوها غادي تشكروني. دابا غادي نجي لكم المقادير والطريقة كيفاش درت هاد الكيكة هادي. بالنسبه للمقادير اللي كنحتاج 3 ديال البيضات كبار، ولا ما عندكمش 3 كبار ديروا 4 صغار. كنحتاج كاس ديال العنبه ديال السكر سنيده، كاس الزيت، واحد اليوغور ناتورال، خميره كيماويه، واحد الحامضه اللي غادي نحتاج القشور ديالها والعصير ديالها، وهذه الفانيلا سائله. هنا 2 كيسان ديال طحينه الفينو، وهذا الخوخ قطعته بهذه الطريقه هذه وجدته للتزيين. الخوخ الا كان عندكم طري يعني ديروه، كان عندكم مصبر توجدوه وتحطوه بحال هكا وتقدوا به الكيكه ديالكم ان شاء الله. دابا نبداو في الطريقه ديال تحضير هذه الكيكه. ما كتحتاج لا طراب كهربائي ولا حتى شي حاجه، كلشي دغيا بالزربه الموجود عندك، تخلطيها حتى بالفرشيطه ماشي مشكل. قلت لك هاد الكيكه ساهله وكي كتشوفوا طالعه زوينه بزاف. زدت ليها واحد القبصه ديال الملح، وغادي ندير القشور ديال هذيك الحامضه باش نعطيها النكهه ديال الحامض، لانني غادي ندير لها كريمه ديال الحامض في الاخير. هنا نحك القشور ديال الحامضه ومن بعد غادي نعصرها صافي. غادي نحرك هذاك قشور الحامض مع الملح، مع قبصه الملح والبيض، حركهم بالطراب اليدوي فوي. كيف ما كتشوفوا ساهله وبسيطه، ما تكلفوش راسكم. ما عندكش طراب الكهربائي، نوضي يا لاله ديري الكيكه ماشي مشكل. ما عندكش طراب اليدوي بحال هكا، خلطيه بجوج فرشيطات ماشي شي حاجه صعيبه. المهم هي توجدي هاد الكيكه وغادي تصدق لك بحال اللي كتشوفي في الفيديو. هنا زدت السكر دائما كيبقى لكم على حسب الذوق. الانسان يشوف الذوق ديالو ويدير السكر على حسب اللي كيبغي. هنا انا درت تقريبا كاس الا ربع، ماشي كاس عامر، كاس الا ربع ديال العنبه. وكنخلط السكر مزيان مع البيض باش يتمازج السكر. وهنا كنزيد الزيت شويه بشويه حتى هي كي قلت لكم كاس الا ربع. هاد الكيسان عندي انا كيوزنوا كاس الا ربع ديال كاس بالنسبه لكاس ديال العنبه. صافي كنمزج الزيت والسكر والبيض بهذه الطريقه هذه، ومن بعد كنزيد الياغورت ناتورال يعني دانون مسوس. كلشي طبيعي كلشي ساهل. هنا زدت العصير ديال داك الليمونه الحامضه اللي حكيتها. واخر حاجه غادي نضيف الفانيا اللي هي عندي انا سائله. بالصراحه هاد السائله هذه كتعطي واحد المذاق رائع للكيك وكتلف داك الزفاره ديال البيض. وكنكمل كنمزج دانون مع باقي المكونات بهذه الطريقه هذه. ساهله كيف ما كديري الكيكه شحال هذه، ما كاين فيها لا تعقيدات لا حتى شي حاجه. كنكمل هكا كنمزج، ومن بعد غادي نزيد الدقيق ديالي اللي هو بهاد الكيسان هادو راه 2 كيسان بالضبط، 2 كيسان. يعني غادي ديروا 2 كيسان كاس الا ربع ديال العنبه، يعني كاس الا ربع كاس الا ربع ديال العنبه. وغادي نزيد واحد المعلقه ديال الخميره. انا عندي بالعبار يعني معلقه، غتوزنوا معلقه بحال هكا باش نعطيها لكم قاده، معلقه صغيره تكون عامره صافي. و تخلطوا مزيان مزيان مزيان، تدخل الخميره مع الطحين، وخلطوا المكونات كامله كيف ما كتشوفوا.
وغتخليوها ترتاح شويه على جنب. طلق داك الطحين، لان هذاك الفينو داير بحال السميده رقيقه، راكم عارفين كنقولوا له الفينو ماشي سميده الحرشه. وهنا دهنت المول ديالي بشويه ديال الزبده ودهنته ورشيت عليه سميده رقيقه اللي هي الفينو وصافي. وكنحط الخليط ديالي في المول كيف ما شفتو، راه طلقات يعني هذاك الدقيق ديال السميد راه كيطلق مع المكونات، يعني كيتقال شويه، كيبقاش جاري كيف ما كنوجدوه في الاول، يعني كيتقال. ولكن ماشي مشكل، ما تخافوش، لان طبيعي هاد الطحين هكا كيدير. غادي ندخلها للفران على 180 درجه ونخليها طيب. وهنا غادي نوجد الكريمه اللي غادي ندير في الوسط ديال المول. يعني انا عندي بحال داك المول العجيب وغادي نعمرها في الوسط بالكريمه. هنا كنحتاج واحد 2 كيسان ديال الحليب، والسكر انا كندير غير شويه، يعني بالنسبه لهاد السكر هذا راه جاني تقريبا واحد 2 معالق كبار. كنحتاج عصير ديال 2 ليمونات، وعندي النكهه ديال الليمون الحامض، وغادي نحتاج واحد 2 معالق كبارين ديال المايزينا. كنشعل البوطه كيف ما كتشوفوا، تكون مهيله ما تكونش يعني مجهده. كنكب الحليب 2 كيسان ديال الحليب اللي عندي، من بعد كنزيد عليهم العصير ديال 2 حامضات، كنزيد قياس ديال 2 معلقات كبارين ديال السكر حبوب سنيده، وهنا كنزيد 2 معلقات كبارين عامرين بومبي ديال مايزينا ناشا. وكنزيد واحد من بعد ما كنخلط المكونات مع الحليب بارد، يعني كيكون باقي ما شدش السخونيه، لازم ما نخلطوها بالزربه باش ما تكركبش لينا هذيك المايزينا. وعاد من بعد كنزيد واحد النقيطه ديال الكونسونطري ديال الليمون، يعني نكهه الليمون الحامض. يعني كيف ما كتشوفوا غير واحد النقيطه ماشي بزاف، باش ما تجيش عاوتاني زاعقه في النكهه. ما كيعجبنيش داك النكهات بزاف، كندير غير نقيطه على حسب باش تجي نكهه الليمون الحامض. هنا طيبتها كيف ما كتشوفوا، ما غاديش نخليها حتى كتقصح بزاف، يعني كنخليها ما بين وبين وكنحطها على جنب تبرد. من بعد ما خرجت الكيكه قلبتها كيف ما كتشوفوا، هي هذه الكيكه ديالي جات هشيشه الصراحه، كتفرت غير بوحديتها. غادي نسقيها بشويه ديال الحليب، هذا الحليب هذا كيعطيها واحد المذاق رائع، واحد الرطوبه غزاله كتجي رطبه. كنسقيوها هكا على جنب بالحليب مزيان. كتشوفوا عندي كاس ديال الحليب، غادي نحاول نسقيها وعينكم ميزانكم، ما تغرقوهاش عاوتاني بالحليب. هذا الحليب مع المذاق ديال الليمون مع المنكهات اللي عندنا فيها راه كيعطي واحد المذاق رائع. ملي كتاكلوها مع الكريمه ديال الليمون وكتجي رطبه كيعطي واحد المذاق رائع الصراحه. صافي هنايا سقيتها كيف ما كتشوفوا كتفرت بوحدها، جات كتحمق الصراحه. وهنا كنكب الكريمه ديالي كيف ما كتشوفوا، ما قصحتهاش بزاف، خليتها بهذا القوام هذا. يعني ملي غادي ديروها كتجي ليس وكتخليوها كتبرد راه كتشد راسها. وحتى في المذاق ملي كتجي رطبه بحال هكا كتجي احسن من هذيك اللي كتجي عاقده. وكيف ما كتعرفوا النشا راه حنا تلفنا ليها المذاق ديالها بالليمون وكونسونطري ديال الليمون، يعني راها جات مذاق الليمون 100%. كنحاول ندهن الجوانب ديال الكيك ديالي بداكشي اللي بقى في المعلقه وصافي. وغادي نبقى نستف الخوخ. هذا الخوخ هذا عندي مصبر انايا، يعني عندي مصبر جاهز قطعته بهذه الطريقه هذه. يمكن لكم ديروا الخوخ دابا راه لقيته ديالو، يمكن لكم ديروا الخوخ الطبيعي تشريوه وتقطعوه على هذه الطريقه هذه وتستفوه بهذه الطريقه هذه وتدهنوه بشويه ديال الناباج باش ما يهداش دغيا وصافي. وهانتوما كتستمتعوا بهذه الكيكه الرائعه الصراحه اللي تستحق انكم تجربوها، تستحق تجربه. ما فيها شي حاجه صعيبه، ما فيها شي مكونات صعبه صراحه. جربوها ما غاديش تندموا والله. انا كنجيب لكم حوايج ساهلين ماهلين اللي تقدروا ديروهم في اي لحظه
تشهيتي كيكه غتنوضي ديريها، ما فيهاش شي صعوبه. كلشي هادشي راه عندك في الدار، العيالات تبارك الله كلشي عندهم هادشي موجود في الدار. هنا غادي نقطعها معاكم وغادي تشوفوا كيفاش جات هاد الكيكه هادي. صراحه والله الا حمقاتني، انا كليت جوج طروفه اللي كليت جات كتحمق الصراحه. وجات بالنسبه للسكر راني ما مقوياش فيها السكر، جات يعني متوازنه في المذاق. تشربوها مع شي كاس ديال العصير ديال البرتقال ولا حليب ولا اللي بغيتو، تاكلوها غير هكاك، راه المذاق ديالها راه كيعبر عليها. صافي، هي هذه الكيكه كنقدمها لكم بالصحه والراحه، نتمنى تجربوها وتعجبكم وتخليو لي التعليقات ديالكم. تقولوا لي كيفاش جاتكم هذه الكيكه هذه من بعد ما تجربوها. وما تنساوش خليو لي لايك في الفيديو باش الفيديو يوصل اكثر نسبه من المشاهدين، وبارطاجيوه مع العائلات ديالكم، الاصدقاء ديالكم، الخوت ديالكم، وساعدوني باش هذا الفيديو هذا ينتشر. انا والله الا بغيت هذه الكيكه توصل لاكبر عدد من الناس. شكرا لكم، والى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامه.